السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة العيد الأضحى المجيد نقدم لكم طريقة تحضير التقلية، يعني الكرشة والدوار وداكشي على الطريقة المغربية. يعني نمر الآن إلى المقادير. نحتاج في المقادير السي تقلية، يعني داكشي اللي قلنا في الأول، وثلاث البصلات، ونص لتر ونصف كاس من الزيت، وربع كاس من الزيت الزيتون، وثلاث تومات، وجوج ملعقات من معجون الطماطم، وواحد الحامضة مسيرة يعني مرقدة، وواحد ملعقة من القزبر، وواحدة من المعدونس، وملعقة صغيرة من الملح، وكذلك الإبزار والسكنجبير والكمون. طريقة التحضير سهلة. أولا قبل كل شيء، قبل ما كنشدو ديك الكرشة هي وداك الدوار وداك الشيء سميتو كنسلقوهم باش تحيد منهم ديك الرائحة. من بعد كنشدو واحد الإناء ونضيف إليه البصل والثوم والزيت والقزبر والمعدونس، ونضيف كل التوابل اللي قلنا في الأول، ونضعها فوق النار يعني متوسطة لمدة 30 دقيقة. من بعد كنضيفو داك الطماطم المصبرة يعني واتركو لمدة 15 دقيقة. من بعد ويمكن لك كاع ما تضيف ديك 15 دقيقة، يمكن لك تشوف انت لا طابت صافي طفي عليها. ومن بعد من كنكملو داكشي، من بعد طريقة التزيين يعني كيفاش تزين داكشي، كدير واحد شوية الزيتون، واحد شوية الحامض، وبالصحة والراحة وشهية طيبة. وفي طريقة تحضير شيء آخر إن شاء الله بحول الله بمناسبة عيد الأضحى المجيد. أتمنى لكم شهية طيبة. أديوس أميغوس أبيانتو.